ملي تشوف وزير العدل ديالنا تيجي اش تيقول للمغاربه، اش تيقول لهم؟ تيقول لهم انا غادي نحيد الصفه الاجراميه على العلاقات الرضائيه. المغاربه كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائيه. علاقات عدم تجريم العلاقات الرضائيه في المجال الخاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دعم واشتراك للقناة فضلا وليس أمرا. نخليكم مع السي بن كيران كيرد على ذاك وزير الغدر، إنسان في صفة شيطان، هذا ما يستحق أن يقال عنه. ونخليكم مع الكلمة ديال السي بن كيران وشوفوا وزير الغدر اش سيقول على العلاقات الإجرامية الفاسدة الذي يسمى هو بالعلاقات الرضائية. دابا بغينا نسولوه واحد السؤال بعد قبل ما نخليكم مع السي بن كيران. واش بنتك دابا الا لقيتيها مع شي واحد برا شاده كي هذا غادي اش غدير؟ اولا لقيتيها في الدار مدخلها للدار ديالك، اولا لقيتيها خارجه من شي دار، اش غتطبق عليها السي الوزير؟ قلنا التطبيق القانون ديالك اللي غتطبقوا على بنتك. فملي كتشوفوا الاخوان كتسمعوا بودنيكم وزير العدل ديالنا تيخرج اونفا غير بعد هذاك وزير العدل كونه ولا وزير العدل، هذه مش مصيبه في حد ذاتها. باش تردوا البال اش كنقول لكم، راه ولا وزير العدل حيت ما هضرتيوش، ولا وزير العدل حيت ما صوتيوش على العداله والتنميه. ماشي نتوما، كنهضر مع المغاربه. ملي كتصوت على اي شيء وتقبض 10000 ريال ولا 4000 ريال وتصوت، ما تقدر تنتظر حتى الشيطان يولي لك وزير العدل. ملي تشوف وزير العدل ديالنا تيجي اش تيقول للمغاربه، اش تيقول لهم؟ تيقول لهم انا غادي نحيد الصفه الاجراميه على العلاقات الرضائيه. الى تجريم العلاقات، عدم تجريم العلاقات الرضائيه في المجال الخاص، في الفضاء الخاص. في الفضاء العام يجب ان نضع بعض الشروط، ويبدو ان خفضنا من حجم العقوبه، ولكن نرغب في ان نحافظ على احترام الواجب والتوافق الواجب داخل الفضاء العام. اما الفضاء الخاص ففي الحقيقه الغينا النص، اتجهنا نحو الغاء النص الذي يجرم العلاقات في الفضاء الخاص. المغاربه كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائيه. العلاقات الرضائيه هي ما يعرفه المغاربه بالفساد. واخا يكون الانسان كيمارس داك الشيء كيعرفوا باللي فساد. العلاقات الرضائيه هي العلاقات الجنسيه بين رجل وامراه بدون عقد شرعي وبدون زواج. هذا المغاربه اش كيسميوه؟ اش كيسميوه؟ لا اش كتسميو نتوما اللي باقيين هنايا؟ الفساد. الله تعالى كيقول ولا تبغي الفساد في الارض. هادو باغيين الفساد. والفساد شنو هو؟ هو عكس الصلاح. الا كان عندك روبيني مزيان فهو صالح، الا خسر فهو فاسد. هادو بغاو الفساد يصيب يعني الفلوكه كامله وتغرق لا قدر الله. كيفاش هاد القضيه هادي؟ لاش؟ حينتاش دابا ما كيدخل حد بحد ملي شي واحد كيمشي كيعمل شي مصيبه وهو مستور، ولكن هادو بغاو هاد الشيء بدا يوقع بالعلالي وما تتدخلش الدوله. هذا هو اهم شيء. باغيين هاد الشيء هذا ما يبقاش يوقع تحت اطار القانون. فين غنوصلوا المغاربه؟ وتصنتوا لي مزيان اش نقول لكم. فين غنوصلوا لا قدر الله انك تشوف ولدك بنتك او لا ولدك كيمارس الفساد، ما تقدر انت لا تهضر لا تتكلم. الا هضرتي ولا تكلمتي تقدر تمشي للحبس. ولدك او بنتك انت يا مامتي فين الرجله وفين الشهامه والغيره، داكشي كلشي ديالك غتمشي تخبيه في الدار وتسد عليه في شي بيت وتولي واحد. فرنسا الله شاهد عليا هو عاود ليا، قال لي واحد المغربي جابوا على العائله ديالو كلب للدار، قال لهم ما تجيبوش كلب راه الملائكه كتخرج الا جبتوا الكلب. مشاو شكاو به، جاو قالوا لي البوليس عندك جوج الاختيارات، يا تقبل الكلب يا تخرج انت يبقى الكلب. تصفيقات حاره على الكلب هي هذه. انا دابا تنهضر معاكم قلت لكم في الاول باش تبقاو عاقلين على كلامي، راه ما بقيتش صغير والاعمار بيد الله. خصني تنقول لكم راه دابا بحال كل مره تكلمت معكم راني كنزيد نوصيكم. وصيه مودع قد تطول سنه او 10 سنوات الله اعلم، ولكن هذا الشيء اللي تنقول لكم راه هو اللي كاين. شنو كيعنيو بهذه العلاقات الرضائيه؟ كيعنيو انه الراجل اذا لقى راجل مع مراته
او المراه الى لقات امراه مع راجلها ما تدخلش الدوله، ما يمكنلاش تمشي عند وكيل الملك تقول له راه كاين عندي الفساد في الدار صيفط معايا البوليس، ما يمكنلوش يتدخل. خصك بيناتكم واش غادي نديروا دابا؟ لا قدر الله هادشي تيوقع، يقدر يوقع، ندورو نقتلوا بعضياتنا. الراجل يقتل مراته ويقتل اللي معاها ويمشي للحبس، واللي يقتل الاخر يمشي للحبس. كيفاش غنديروا هادشي؟ هادشي اللي وقع في فرنسا دابا كل يومين تقريبا، كل يومين كتقتل المراه في فرنسا رسميا، بمعنى كيوصل الخبر ديالها، حيت اللي كتقتل ما كيوصلش الخبر ديالها الله اللي عالم به. كتقتل المراه فهمتيني، ولا كيسميوها له فيمينيسيد، وتيخرجوا يديروا المظاهرات ضد هذا الفيمينيسيد بحال انسكتيسيد، بحال لا بغيت تقتل الحشرات كتخدم الانسكتيسيد. دابا غيولي القتل ديال النساء هو كاين في المغرب، ماشي ما كاينش، ولكن شحال كنسمعوا في العام كامل؟ حاله، جوج، ثلاثه، اربعه. في فرنسا دابا 140 حتى 150 حاله في السنه رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي يوقع فقط ضرب والجرح درجه الاذى. طيب احنا فرضنا هذا الشيء هذا وقع، شنو غتكون النتيجه ديالو؟ النتيجه ديالو بطبيعه الحال الطلاق. والطلاق شنو هو الطلاق؟ الطلاق هو تشريد الاسره، والاولاد غادي. دابا على الاقل كاينه الدوله كتقدر تمشي تشكي عند وكيل الملك الراجل ولا المراه، وكتدخل الدوله وكتعتقل اللي غتعتقل وكتحاكم اللي غتحاكم وكتطلق اللي غتطلق. تيبقى داك الشيء محدود، كيبقى مفهوم في الذهن ديال الناس باللي هذا فساد. اليوم كنشوفوا ناس كيجيو لعندنا للمغرب تيطالبوا بالحق في الخيانه الزوجيه، والمغاربه ساكتين. علاش ساكتين؟ ساعه علاش ساكتين؟ خايفين ياك؟ واش خايفين ولا ما فاهمينش ولا بجوج؟ قال لك واحد السيد كيصلي بالناس وما حافظش القران مزيان، كيكحب حيت ما حافظش القران، كيغطي على داك الشيء. ملي كمل قال لي واحد، قال لي واش عيان من صدرك ولا من القران؟ قال له منهم بجوج. ما نبقاش نعاود لكم النكات ما كتفهمونيش، الله يهنيك. غنعاودهم لكم الا ما فهمتوش فهموهم اللي تمشيو ديروا لكم. خاصكم الاخوان تعرفوا شنو واقع في بلادكم. هذا وزير العدل، يا للاسف، ومشى تيجيب لنا واحد الفقيه، فهمتيني ولا لا؟ غير البارح هو سلفي متشدد كيسخر منا حنا اللي كنا في البرلمان، ومن بعد طمعوا هذاك المصيبه ديال فاس. بلا ما نقول لكم السميه ديالو، غير نقول المصيبه ديال فاس غتفهموا شنو هي المصيبه ديال فاس.